بسم الله نبدأ مشوار البطولة ال 12. الحمد لله فزنا بالثلاثة المعتادة المحببة لينا كالعادة. 3-3 فزنا بالثلاثة. طبعا احنا رجعنا يعني واستغلنا وقت الهدنة وقلنا نرجع مع بداية افريقيا وللأهلي الحبيب الغالي. اول مباراة احنا فزنا 3-0. صلاح من الاخر، الشحات، والافتتاحية بكهربا يفتتح البطولة، وان شاء الله تكون من نصيبنا البطولة ال 12 التتويج بتاعنا. اول البطولة عارضة كده بجد، يعني هجمة، والهجمة ب3 أرواح، بعدها هجمة وهجمة امام والكرة ما بتدخلش. على الناحية التانية الشناوي بيتصدى لكورتين اخطر من بعض. الخصم عشوائي رغم انه مترصص جوه منطقة الجزاء، لكنه عشوائي بشكل يعني خطير، وشكله كان يخض في البداية لانه كان بياخد الكرة التانية دايما وبيطلع بيها، ولولا تصديات الشناوي لان الدفاع كان فيه لخبطة وما كانش طبيعي يعني. اللعيبه كانت بتدخل في بعضها. منعم اتضرب له 2 مرة من الشناوي ومرة من ياسر ابراهيم. الكرة العشوائية عامة خدها كده معلومة، الكرة العشوائية بتحبط اي مجهود لاعظم الفرق، والاهلي نفسه ما بيحبش او ما بيعرفش يلعب مع الكرة العشوائية. فتخيل ان لما الاهلي كمان يعني يتجرى معاهم في اللعب، ما عرفش يلعب معاهم بطريقه عشوائيه في الشوط الاولاني، وهو كمان بقى يلعب بعشوائيه رغم المحاولات الكتير اللي كلها كانت بتبيء بالفشل. يعني 10 محاولات في اول 25 دقيقه، النتيجه كانت 0، مفيش 0 اهداف. الكرة التانية دايما كانت بتقع في رجليهم، وتلاقي منها الهجمات بترتد وبتبقى عليك خطورة بتهدد المرمى دايما. بس كل ده كان بهجمتين اتصدى ليهم الشناوي كويس جدا، وفي واحدة برضو في الشوط الاولاني في بدايته. غير كده هو ما كانش ليهم وجود او اي تواجد خطير غير الهيصة اللي عاملها لك والربكة اللي عاملها لك في العشوائية اللي هم فيها دي، ورصة الملعب، رصة خط الجزاء. هجمات الاهلي كانت كلها خطيرة، لكن الشحات كانت بتجلي منه مرات بأنانية ومرات بسوء حظ. الاهلي كله كان الشوط الاولاني سوء حظ غريب، كنا بنلعب بسرعه جدا وكنا بنبني هجمات حلوه وبنهاجم وبنعمل، بس الدنيا ما كانتش مظبوطه في الحظ ما كانش معانا. ده الشوط الاولاني. الشوط الثاني محاولات طايشه مزعجه، كلها محاولات يعني ما فيش منها اي جدوى، الى ان جينا في الدقيقة 65، ده بعد طبعا التغييرات بتاعة المدرب مستر كولر. تغييراته المرة دي جت في وقتها وكانت إيجابية، وهي برضو عملت تغييرات مهمة جدا في اللعب نفسه. الحمد لله الأهلي استغرق 65 دقيقة علشان يفتتح الأهداف برأسية كهربا، ويبقى كهربا هو أول ما نفتتح البطولة أو النسخة ال 12 إن شاء الله اللي تكون من نصيبنا. الجول الاولاني سجل يا كهربا واسست يا امام، وهوبا جول، ونعمل احتفاليه رقصه المقاومه اشوفها كده يعني. الاتنين قاريين بعض قوي، والثنائيه بتاعتهم مدويه يعني ما شاء الله، ربنا يعني يكرم على كده. وده هيفيدنا قدام جدا ان اللاعبين قاريين بعض كويس، الثنائيه بتاعتهم خطيره ومنتجه. الجول التاني لا، ورقصية كهروب كانت جميلة يعني جدا، عجبتني خالص. الجول التاني من النينجا اللي جننا في الشوط الاولاني، قال لا بقى ما مديهاش بقى. الشوط التاني بعد برضو ما عملنا شوية محاولات ما كانتش بتعمل اي نتيجة، خاصة بيه هو الجول بتاعه فولو منه واليه، وكان جول عالي جدا وعجبني جدا الاحتفالية بتاعت حنظلة. واكرم معاه دي
كانت حاجه جميله قوي، تضامنا مع اهلنا وحبايبنا في فلسطين. ربنا يا رب يزيح الغمه قريب، ويزلزل الارض من تحت اقدام اخواننا البعد اللي مش اخواننا اصلا، اللي هي ربنا ياخدهم. بعدين بقى جينا في الجون التالت، نزل صلاح نازل، يعني نازل يوزع ضحك. ليه؟ يعني قرارات الحكم نفسها كانت مضحكه. فالحمد لله بعد ما وزع الضحك قرر يوزع في الجون، وجاب هدف من رأسية، راكب الكرة كويس قوي، ورأسية موجهة، يعني ما يقدرش يعملها اي حارس، ما يعرفش يتصرف مع الرأسيات اللي بتبقى موجهة في المقصية بتاعه الحارس. طوع كرة براسه كويس قوي، وكانت يعني ببراعة. التحكيم غتت، يعني مزعج، متوتر، مضطرب، ومتحامل عليك، وده كله واحنا لسه في الاول. فتخيل بقى ايه اللي هيحصل قدام. ده مش بيخدمه هو، ده هو بيحاول يعقلك انت. كلنا عارفين التحكيم الافريقي ليه بيعمل كده. اخيرا تغييرات المدرب والتبديلات كانت في وقتها، وكانت ايجابيه جدا، وكانت غيرت جدا من شكل الاداء كان حلو، بس برضو كان فيه عشوائيه. لكن هنا قدرنا ننتج بسرعه وبرستاو، والدنيا حتى كان فيه شويه برضو اضطرابات كده في تخليص الهجمات. بس الحمد لله النتيجه، يعني من اول دقيقه 65 ثلاث اجوال، تفوز 3-0، دي حاجه كويسه. كنا ممكن نعملها دستة يعني، بس الحمد لله. الاهلي قدم مباراه سريعه وحلوه، وكبدايه كويسه وجيده، بس اتمنى ان احنا نثبت على التشكيل، علشان ما نخش تاني في الديلمه بتاعت ان انا اغير في التشكيل فاللعيبه ما تحفظش بعضها، فانا ما احفظش اللعيبه واغير في مراكز اللعيبه. ده كله بيشتت اللعيبه ومبقاش فيه انسجام، واحنا نفسنا بنبقى حاسين ان لا، ده انت كده ما بتثبتش على الاداء. انما لما اثبت على اللعيبه دي 11 لاعب دول، وانا احاول اطعمهم بعد كده بالتغييرات او الدكه، ده هيفرق جدا مع انك تحفظ اللعيبه اماكنها وتحفظهم بعضهم. وده بنشوفه مع كهربا وامام، واخيرا كريمين كانوا رائعين. وان شاء الله اللي جاي احسن. وسلام 3 سلام.